نقول الآن لمصلحة البرسا من جديد. كرة طويلة داخل منطقة سيدو كيتا يستحم الرأس والهدف الثالث. نعم الهدف الثالث لبرشلونة. كارلوس بويول والهدف الثالث لبرشلونة. قلبات دفاع سجلا هدفين هذه الأمسية للبرسا. تصوروا بويول ضيع الرأسية في البداية، ثم بيكي سجل الرأسية، ثم ميسي سجل الثاني، الآن بويول يسجل الثالث. ويعني يصر بويول، والاحتفالات هناك عند إريك أبيدال وفونتاس أيضا لاعب البديل. هذا فونتاس لاعب برشلونة احتياطي. بويول يسجل هدفه الأول هذا الموسم. قلبا دفاع برشلونة اليوم سجلا أول أهدافهما هذا الموسم. بيكي، جيرار بيكي وكارلوس بويول. لاحظوا هنا في تسلل لكن ليس على بويول. التسلل على بويول لم يكن مشترك في الهجمة، لكن بعد ذلك اشترك في الهجمة. هنا السؤال على كل حال، فابريجاس يلعب كرة، بويول ينتظر وسيدو كيتا يلعبها ويتابعها بويول في المرمى. لاحظوا الكرة الأولى من بويول لعبها، وفي الثانية وصل إليها بمساعدة قلب الدفاع الذي انقض من أجل إبعادها، فتابعها داخل مرماه، وبويول يحرز الهدف الثالث لبرشلونة. وكما قلت الهدف الأول له شخصيا. يشكر سيدو كيتا